مش قادر تتخيل إن في بارت تاني أو في ستيب تاني المفروض تاخدها في حياتك. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا شروق حكيم وأهلا بيكم معايا في فيديو جديد. عارفين إحساس كأن الدنيا وقفت ومش قادر تتخيل إن في ستيب تانية أو بارت تاني المفروض يبدأ من حياتك؟ ده إحساس بالظبط خيبة الأمل لما الواحد بيمر بيها. أوقات كثيرة جدًا كلنا بنحس إن إحنا خلاص الpassion بتاعنا شبه ما بقاش موجود، وال والmotivation بتاعنا تقريبًا برضه شبه منعدم. تفكير بس لوحده في فكرة إن إحنا عايزين ناخد step تانية في حياتنا حرفيًا كأن دماغنا شبه شاشة سودا. ده إحساس طبيعي جدًا، كلنا بييجي علينا وقت بنشوف حرفيًا الدنيا قدامنا شبه شاشة سودا. everything is empty، يعني كل حاجة عبارة عن فراغ. مش قادرين نتخيل إن ممكن يكون في بارت في حياتنا تاني أفضل من كده، بسبب الصدمة اللي بناخدها من خلال إن إحنا بنكون متوقعين حاجة كبيرة جدًا هتحصل معانا وقادرة إن هي تغيّر حياتنا 100% and then nothing happened. دي حاجة عادية جدًا، يعني أنت مش لوحدك، ما تحسش أبدًا إن أنت لوحدك، دي مشكلة بتواجه ناس كتيرة جدًا. بس إحنا مش جايين هنا نتكلم عن المشكلة دي، إحنا جايين نتكلم في حل المشكلة. فكرة إن أنت عدّيت بصدمة في حياتك أو فكرة إن أنت تخيّلت توقعات كبيرة من حاجة أنت عملتها، وللأسف خلّينا نقول إن الدنيا هي اللي ما ادّتلكش حقّك، أو يمكن أنت برضه ما تكونش ادّيت لنفسك الوقت الكافي في إن أنت المفروض تستحق النتيجة دي. يعني خلّينا نقولها بطرق كتيرة جدًا، ليها أكتر من طريقة وده شيء طبيعي. كلنا بندخل امتحان بنبقى متوقعين إن إحنا ممكن نجيب الfull mark. والله أنا من الناس اللي فعلًا كنت بابقى داخلة امتحانات باقول أنا مش ممكن، لأ أنا متأكدة أنا هاجيب الfull mark، أصل أنا اللي خرجت من الامتحان وأنا اللي قفّلت الامتحان وأنا اللي حليت الامتحان فexcuse me I can say that. يعني أنا خلاص أنا عدّيت بيه هاجيب الfull mark، ومع ذلك تكون الsurprise اللي هو يا دوبك الواحد ناجح في المادة. أنت هنا لازم تفهم إن أنت في دنيا، يعني عادي جدًا وسهل جدًا تلاقي حد بييجي على حقك. سهل جدًا الناس تلاقيها مش كلّها نفس آآ الفكر بتاعك، نفس الانضباط بتاعك، نفس المسؤولية اللي عندك. لأ عادي في ناس كتيرة جدًا للأسف دلوقتي بتيجي على حقوق بعض. it's easy for them، حاجة سهلة جدًا عندهم إن هم يعملوا كده. مش عايزة الناس دي تأثّر عليك بأي شكل ممكن. أنا مش عايزاك تتضايق خالص من خيبة الأمل اللي الناس دي حطّتك فيها، مهمًا كنت شايف نَفْسك إن أنت المفروض تستحق أكتر من كده، وإن مش ده أصلًا مجهودك، وإن أنت عملت أفضل حاجة عندك. كل ده عادي جدًا. برضه فكرة إن أنت حاسس إن أنت مخذول، إن تعبك راح على الفاضي، دي فكرة غلط جدًا، وللأسف ده اللي إحنا فعلًا بنكون فيه. إن إحنا فاكرين إن تعبنا راح على الفاضي لمجرد إن امتحان عدّى، لمجرد إن إحنا حطينا توقعات كبيرة ولأي سبب من الأسباب، سواء كنت أنت ما جيتش على نفسك كفاية عشان تحققها أو الناس ما قدرتش تعبك ده whatever. لأي سبب من الأسباب أنت ما حققتش التوقعات دي. شعور الخذلان في الوقت ده بيكون حرفيًا قادر إن هو يدمرك لو أنت ما دمرتوش قبلها. أنا بس عايزة أسألكم سؤال، يعني هو إيه اللي حصل في الدنيا حقيقي؟ إيه يعني؟ بمعنى الكلمة إيه يعني؟ امتحان راح، مسابقة ضاعت علينا، شغل كبير، شغل أحلامنا، وظيفة أحلامنا ما اتقبلناش فيها. حقيقي بجد بمعنى الكلمة كده وبمعنى اللفظ. وإيه يعني؟ we are still breathe، ما زلنا بنتنفس في أمل، واللي ما خدناهوش النهارده هناخده بكرة. لكن إن أنت تفكر مجرد التفكير لوحده بس، أصل أنت عبارة عن تفكيرك. يعني أنت what you think، أنت عبارة عن تفكيرك. إن أنت فكرت كده في فكرة إن أنت خلاص دي النهاية، أو إن خلاص تعبك راح على الفاضي، خلاص ما فيش step تانية هتيجي في حياتك. أنت اللي حكمت على نفسك بكده، ما حدش حكم عليك. أنت still breathe، لسه بتتنفس في أمل لأي حاجة بعيدة قريبة مهما كان ده إيه بالنسبة لك، مهما كان الحاجة اللي تم خذلانك فيها، في أمل إن أنت توصل لها ما زلت بتتنفس. برضه الفكرة ممكن ما تكونش راجعة لفكرة إن أنت حطيت توقعات عالية وما قدرتش توصل لها، لأ. كتيرة جدًا في وسطنا لو ما كناش إحنا شخصيًا بنعمل كده، وكتير جدًا بنشوف إن الناس بتقارن نفسها بغيرها. يعني إيه؟
بُصّوا، مبدئيًا خلّينا متّفقين إن لو أنتم هتقارنوا نَفْسكم بأي حد، أنا أولًا ضد المبدأ عمومًا، يعني الفكرة كمُجمل أنا ضدها تمامًا. ليه؟ يعني مهمًا كان الشخص اللي أنت هتقارن نَفْسك بيه ده أو هتحُط نَفْسك مكانه، أنت مش هو، أنت مش هتعيش ظروفه، مش هتعيش إمكانياته ولا عيوبه مهمًا أقنعت نَفْسك إن أنت هتحُط نَفْسك مكانه. يعني إيه؟ يعني هو ممكن يكون متاح معاه موارد أو إمكانيات مش متاحة عندك أنت، whatever بقى الإمكانيات دي كانت سلبيات، إيجابيات، يعني ده مش موضوعنا لأ، أنت حطيت نفسك مكان حد وبتقارن نفسك بيه على نتيجة هو خدها أنت عايز زيها. عمر ما كانت المقارنة أفضل حل، بل بالعكس صُنِّفت إن هي من أسوأ الحلول دايمًا. أنت زي ما قُلت مهمًا قارنت نفسك بالشخص ده، أنت فعلًا مش هتبقى عارف إيه الإمكانيات اللي كانت متاحة عنده، إيه الموارد اللي هو كان بيستخدمها، إيه مجرد الخطة أو الplan بتاعته اللي هو كان ماشي عليها. وبنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة لو أنت مثلًا بقى شغّلت دماغك جدًا ورُحت قُلت للشخص ده ادّيني الplan بتاعتك اللي أنت مشيت عليها عشان تعمل 1، 2، 3 بالضبط. لو هو ادّاك البلان بتاعته بنسبة كبيرة جدًا أنت مش هتعرف تحققها. مرّة كنت باشوف يعني زي interview لشخص مشهور جدًا، كان بيقول إن هو مستعد يدّي البلان بتاعته لأي حد يطلبها. قال: "ومستحيل أي حد يقبل البلان بتاعتي أو حتى يكمّل لربع المسيرة دي." عارفين هو ليه قال كده؟ لإن هو عارف ومتأكد إن level الانضباط بتاعه حرفيًا شِبه مُميت. ففكرة إن الناس هتاخد ده أو لأ، دي نسبة لا تتجاوز 1%، في حين إن أنت ممكن تشوف طريقة تانية أسهل تناسبك أنت بمواردك أنت، وفي نفس الوقت في نهاية الطريق هتلاقي النتيجة اللي أنت عايزها. فما تبنيش دايمًا فكرك على فكر غيرك، بالعكس بتصعب الطريق جدًا عليك. ارجع دايمًا لنقطة أنت عندك إيه وناقصك إيه، مع ده وضبّط ده هتلاقي إن أنت تقريبًا عندك حاجات يمكن تكون أكتر من الشخص اللي أنت كنت عايز تاخد البلان بتاعته عشان توصل للهدف بتاعك اللي أنت عايزه. فبجد الفكرة أكبر بكتير أوي من فكرة الشخص ده عايز نفس الحاجة اللي عند الشخص ده، لأ، مش كده خالص. هي كل الفكرة إن كله بيخوض طريقه بإيده، لإن هو عارف إمكانياته وعارف هو هيقدر يوصل لإيه ومش هيقدر يوصل لإيه. لكن إن أنت مش متصالح مع مصمم على فكرة إن أنت لازم تاخد بلان بتاعة حد هو وأنت مش مع بعض تمامًا في نفس الlevel wherever بقى كان مين أعلى من مين، كان مين أقل من مين، فأنت بتحكم على نفسك بالفشل. عارفين بدليل إيه؟ هنلاقي ناس كتيرة جدًا ناجحة في مجالٍ ما، بس هتلاقي سبحان الله كل واحد واخد طريق مختلف تمامًا عن الطريق التاني، لكن أهم حاجة إن في النهاية كله وصل لنفس الهدف اللي هو هدفهم كلهم مثلًا لو هُم كانوا عايزين يطلعوا لعيبة كورة ناجحين أو مهندسين ناجحين، هتلاقيهم كلهم اتجمعوا في الtop فوق. بس سبحان الله مش هتلاقي 2 طالعين على سلِّم واحد، هتلاقي دايمًا كل واحد جاي من مسار مختلف، لكن أهم حاجة إن هُم اتجمّعوا فوق في القمة. فده الأساس إن أنت تشتغل على نَفْسك وتمشي مع إمكانياتك وقدراتك. هتمشّي إمكانيات حد تاني عليك زي ما قُلت لك أنت بتتعب نَفْسك جدًا، بتحُط نفسيتك العقلية والنفسية والجسدية في مكان صعب أوي عليها، لمجرد إن دنيتك غير دنيا الشخص ده، والحياة ما أهّلتكش أنت لكده هي لكن أنت في نفس الوقت عندك مسار ينفع معاك وهيوصّلك، بس أنت عشان بتقارن نفسك بغيرك للأسف مش هتعرف تمشي مش هتعرف تنجّح. ما تفضلش تلوم نفسك بالنتيجة اللي أنت بتاخدها لمّا بتمشي على خطة مش مناسباك من البداية وترجع تكون نفسيتك تحت الصفر عندك خيبة أمل فظيعة لمجرد إن أنت حاسس إن أنت مش قادر تمشي على نفس المسار أو الطريق اللي الشخص اللي أنت بتقارنه بيك مشي عليه، ومستني نتيجة وأنت عمّال تجرّب ومش بتنجح وبتاخد نفس النتيجة. بُصّوا، لازم تفهموا إن nothing changes if nothing changes. يعني لو أنت ما غيّرتش الطريق بتاعك هتفضل تاخد نفس النتيجة. متضايق ليه؟ ده كلام على فكرة يعني logic 100%. لو حاجة هتفضل تاخد نفس النتيجة لو أنت بتاخد نفس القرار والعمل كل مرّة. ما تتضايقش من النتيجة، ما أنت already ما غيّرتش الprocess بتاعتك. هنتضايق ليه من النتيجة؟ ما هي طبيعي هتبقى زي كل مرّة والّا يعني هي المرّة دي اللي هيحصل الmagic فيها اللي أنت مستني السحر يحصل فيها. لأ، nothing changes if nothing changes. فأنت
دايمًا خلّي عندك تفاؤل، وإن أنت قادر وأنت تقدر بطريقتك أنت، حتى لو طريقتهم هم مشيت معاهم عشان هي طريقتهم هم، بتاعتهم هم، ما ينفعش أقارن نفسي بيهم، هم مش معايا في نفس البيت، مش عندهم نفس الlevel بتاعي، سواء بقى الlevel ده كان أي حاجة، التفكير، نمط الحياة، كتيرة أوي هتحسّها متوفّرة عند شخص ما مش متوفّرة عندك أنت، فلازم إن ده هيكون نفس الطريق، لكن اتوقع نفس النتيجة عادي جدًا. عشان كده إحنا ممكن نشوف لعيبة كورة مثلًا لو نتكلّم على لاعبين الكورة يعني ما نعرفش أي حاجة في الكورة، بس يعني ده مجرّد just example. آمم، هنلاقي إن هُم واحد ناجح أوي من مصر، واحد ناجح أوي من Europe، واحد ناجح تاني من أمريكا، فهتلاقوهم حرفيًا كل واحد من قارة كلّهم ناجحين في نفس الtop level، في نفس المستوى اللي هُم فيه، لكن في نفس الوقت كل واحد جاي من عادات وتقاليد وموارد وحاجات مختلفة تمامًا عن التاني، لكن كلّهم في النهاية وصلوا لهدفهم، ده اللي باكلّمكم عليه، فما تتخيلوش تحصل حاجة جديدة أو نتيجة جديدة أنتم مستنيينها لمجرد إن أنتم عمّالين تقارنوا نفسكم بحد تاني، لأ، اشتغلوا على نفسكم، شوفوا أنتم فين مبدئيًا، شوفوا الlevel بتاعكم أنتم فين، ما لكوش دعوة بقى هُم فين وأنتم فين، ما لكوش دعوة خالص، أنتم شوفوا نفسكم أنتم فين، وإيه الخطوات اللي ناقصاكم عشان تكونوا مع الناس دي، ده هييجي لمّا تشتغلوا على نفسكم، لمّا حرفيًا تمسكوا كتاب تقرأوه، مثلًا بتسمعوا podcast أو أي حاجة مؤثر ليكم مثلًا قال فيه إن الكتاب ده مهم جدًا وغيّر تفكيره، يعني سمعنا المقولة دي قبل كده، حد بيقول إن الكتاب ده غيّر تفكيره، هو سبب أساسي جدًا اللي هو لنجاحه. فأنتم كلّكم هتطلعوا تجروا وتقرأوا الكتاب ده. عارفين لمّا تيجوا تقرأوا الكتاب بالضبط يعني خلّيني أحكي يعني هنا افتكرت موقف حقيقي مهم جدًا ومضحك جدًا في نفس الوقت. أفتكر إن أول كتاب قرأته يعني كان يعني أنا مش فاكرة بالضبط إيه أصلًا كان المحتوى أو حاجة، لكن فاكرة موقفي كويس جدًا لمّا جيت أقرأ الكتاب، حرفيًا عدّيت أول تقريبًا 10 صفح، أنا أصلًا مش عارفة أي حاجة، مش عشان الكتاب كان إيه، ممكن يكون عشان الكتاب بلغة مختلفة مش عارفة أقراه، الكتاب كلّه طبعًا بالإنجليزي، فقُلت لأ أنا باضحك على نفسي، أنا فاهمة كل حاجة كويس أوي، بس للأسف كان وقتها عندي مشكلة كبيرة جدًا في فكرة الثقافات. الثقافة مهمة جدًا لو أنتم يعني نصيحة على جنب، الثقافة مهمة جدًا، أنا ما باحبش آجي أترجم الكتب خالص لمّا آجي أقرأها، ممكن أمسك كلمة مش فاهماها أول مرّة أشوفها أروح أترجمها، لكن أي كتاب هاقرأه باللغة بتاعته مهما كانت إيه، لإن أنا باحب أتخيّل دماغ القارئ كان فأنا مش هاعرف أتخيّل دماغ القارئ لو مسكت الكتاب ده وترجمته، لإن طبعًا أنتم عارفين إن الثقافات مختلفة، هيطلّع نفس الmeaning بس مش هيطلّع نفس الfeeling أبدًا، أبدًا، أبدًا. هافهم هو عايز إيه، بس مش هافهم مشاعر القارئ لو ترجمت الكتاب، فباحب أقرأ الكتاب بلغته دايمًا، فأنا فاكرة كويس أوي اللي هو حرفيًا عدّيت 10 أول 10 صفح من الكتاب، كانت حوالي 300 صفحة، مش فاهمة أي حاجة ولا 1%، لو قُلت 1% أبقى باكذب، مش فاهمة أي حاجة، ومع ذلك لقيتني عدّيت 10 صفح طبعًا ده يعني كمية إلى حدٍ ما، رجعت تاني، قرأت تاني، حسيت إن أنا يعني السِنّة أفضل، اللي هو تمام ماشي أنت قُلت كده عشان أنا شُفتك بعد كده عملت كده، فحرفيًا كنت شِبه زيرو، بس ما خليتش حاجة توقّفني، يعني ما قُلتش أنا مش فاهمة 10 أول 10 صُفح لأ، هو أنا مش هافهم دماغك خالص، مش هاقدر أجيب نفس الأحداث اللي أنت بتقولها، لأ، ما وقفتش، مع إني كان بجد يعني كان إحساس حقيقي صعب جدًا لمّا لقيت واحد بيقول إن كتاب غيّر حياته، وأنا لمجرد إن أنا عدّيت بس أول 10 صفحة أنا حقيقي مش فاهمة الكلمة، يعني مش فاهمة وحاسة إن هو بيجيب من مكان بعدين يرجع يتكلم عن موضوع تاني، لمّا مش هاقول لكم خلصت الكتاب كله لأ، لمّا حرفيًا وصلت لقبل نُص الكتاب كمان، كانت كل حاجة تمام وفهمت دماغ القارئ ويعني everything is really easy، فحسيت اللي هو هي مش هتيجي أبدًا من الأول. هتيجي النهارده تقرأ أول صفحة، هتحس إنك قرأت 20 صفحة مع إنك فهمت أو قرأت صفحة واحدة بس، لكن مع ذلك هتيجي بكرة هتقرأ الصفحة التانية هتحس اللي هو يعني أنا لسه مش عارف، بس هتيجي بعده تقرأ الصفحة التالتة برضه اللي هو يعني بس أنا مش زي الصفحة الأولى، مش زي الصفحة الأولى، أحسن شوية، هتيجي في الصفحة الرابعة هتحس اللي هو يعني أنت بتقول كده عشان قُلت كده في الأول، صح طيب الحمد لله أديني فهمت حاجة. هتلاقيك كده بتتحسّن واحدة، واحدة، مش هتلاقي هي حاجة يعني حصلت معاك من أول صفحة وإن أنت فاهم كل حاجة، لأ،
بس الفكرة عارفين في إيه، إن فعلًا مش ناس كتيرة أوي اللي بتكمّل، عارفين الأغلب إيه، إن مجرّد ما بيمسكوا الكتاب ويشوفوا كده، يمسكوا أول صفحة مش فاهم حاجة، قفل الكتاب، هييجي بكرة مش فاهم حاجة، لأ أنا باضيّع وقتي، مش فاهم حاجة، أنا كده باضيّع وقتي، هاروح أشوف حاجة تانية. هيفضل يعمل مع كل حاجة هتقابله كده حرفيًا مش هيتقدّم في ولا حاجة. امسك كتاب، تعالَ على نفسك، حاول تفهم هو بيقول إيه، يعني مهمًا كانت مدى الصعوبة بتاعة الفكرة بتاع الكتاب أو حاجة. أنا الكتاب اللي باقول لكم عليه كان ليه علاقة تقريبًا بالmarketing بالcopy writing حاجة كده، يعني كان الكتاب أصلًا بتاع واحد تقريبًا أوروبي، وكان اللي باسمعه بيقول على الكتاب ده كان واحد من كندا، فحسيت اللي هو اتنين برضه من ثقافات مختلفة، يعني ده أوروبي وده كندي، فأنا مش معقولة أنا اللي مش هافهم الكتاب، لأ مستحيل، وجيت على نفسي فعلًا وفهمت الكتاب وخلاص it's done. بس أكيد كان إحساسي في أول صفحة في الكتاب إحساس تقريبًا لا يمكن أنساه في حياتي، حسيت قد إيه للدرجة دي الlevel بتاعي صعب، يعني أنا فعلًا ومع ذلك ما خلّيتش الفكرة دي فكرة سيئة جدًا على فكرة إن أنت تحس إن أنت يعني قليل في حاجة، شُفت حد لسه قدّامك بيقول إن هو في الحاجة دي واو، والحاجة دي واو لدرجة إن هي غيّرت له حياته كلّها، يعني إحساس صعب برضه أوي إلى حدٍ ما اللي هو أنا مش فاهم كلمة، بس الأصعب من كده إن أنت تstealing أو إن أنت تكمّل أو تكون في نفس المسار ده فترة كبيرة، لكن مش صعب خالص بالعكس ده الطبيعي إن أنت تمسك حاجة لأول مرّة مش عارف هي إيه، وحاسس إن أنت بتحارب حرفيًا دماغك عشان توصل للمعلومة الجديدة دي، بس ده easy وnormal وده الطبيعي تمام، لكن مش طبيعي إن أنا ألاقي حاجة مش فاهمها وهي مهمة بالنسبة لي وأسيبها وأقول هاشوف حاجة تانية، كده أنا مش مُصِر، وخلّي بالكم كل الناس بتشتغل، بس نادرًا أوي لو ما تلاقي حد فعلًا مُصِر على الشغل اللي هو بيعمله، مع العلم زي ما قُلت لكم ممكن ما يكونش شايف نتيجة، يكمّل ويشتغل. حتى لو مش شايف نتيجة it's easy it's normal يعني ده الطبيعي مش هتشوف نتيجة من الأول، تقول لي من الأول إزاي؟ أنا بقى لي مش عارفة مدة شهر، شهرين، 3 هتيجي شهر، شهرين، 3 هيعدّوا كل يوم بتعمل نفس الحاجة، ما بتقارنش نفسك بحد، تبقى دارس إمكانياتك، عارف إيه اللي ناقصك، عارف الlevel بتاعك، شايف أنت فين واللي عايزه فين، في gap في النُص، أنت مش بتتغاضى عن الgap دي أو لمجرد إن أنت بصيت في مكان تاني لقيت الgap اللي بينه وبين الtop بتاعه، يعني أنت هنا والtop بتاعك قررت إن الgap بتاعته أقل شوية، هتروح للمجال ده عشان الgap بتاعته أقل شوية من دي. فأنت حرفيًا بتحكم على نفسك بالفشل، ما تعملش كده أبدًا، أبدًا، وما تشتغل على نفسك، هتيجي على نفسك مستني lottery تيجي حياتك أو حاجة، لأ، هتشتغل على نفسك عشان أنت عارف إن ده الصح، أنت عارف إن ما فيش حاجة اسمها الlottery هتيجي حياتك أو حاجة زي كده أبدًا، وما فيش حاجة اسمها كده، هتشتغل هتاخد نفس النتيجة بتاعة شغلك، وهارجع وأقول تاني وتالت ورابع، فكرة إن أنت مش شايف نتيجة في الأول ده الطبيعي، ما فيش حد أصلًا بيشوف نتيجة في الأول، لازم تُصِر وتكمّل مهمًا كانت الظروف حواليك صعبة عليك، هنا فعلًا بيبان مين اللي هيوصل للtop. طيب إحنا عرفنا المشكلة فين، وعرفنا إيه الحاجات اللي ناقصانا، طيب إحنا نعمل إيه بقى عشان نعالج خيبة الأمل اللي واجهتنا خلّت الpassion بتاعنا zero خلّتنا خلاص مش قادرين نعمل أي حاجة، أول حاجة تعملها تعيد هيكلة الموقف تاني قدّامك، مش باقول لك كده عشان شيطانك يدخل لك من الناحية دي وتتضايق أكتر، لازم تكون أقوى من ظروفك، لازم تكون أقوى من حقيقتك، هتلاقيها على فكرة بتتقبّل ده، يعني هتلاقيها بتتقبّل ده لمجرد إن أنت تقبّلته، لمجرد إن أنت قُلت أنا هاعيد الموقف تاني بالضبط، هاعرف أنا إيه النقطة اللي وقعت منّي، هاعرف إن أنا كنت في المكان الغلط مع الناس الغلط اللي ما قدّروش تعبي، فهامشي وهاسيب المكان ده، هاعرف إن أنا في حاجة ناقصتني يمكن أنا نسيت أسطّر ورقة الامتحان بشكل حلو أوي، أنا كنت حالل الإجابات بس ما كانتش الخط مثالي مثلًا أو حاجة، ه تعيد هيكلة الموقف تاني بصورة إيجابية، بصورة النقد الإيجابي، اللي هو أنا عايز أحل، لكن متوقع إن أنت زعلك هيوديك لنتيجة مختلفة، أنا فعلًا باقول لك إن هي هتكون مختلفة، بس للأسف هتكون للأسوأ بكتير. عيد هيكلة الموقف تاني قدّامك، شوف إيه اللي كان ناقصك، إيه إمكانياتك وتوقعاتك،
وهتلاقي لابد إن كان في فعلًا gap بينهم، يعني هتلاقي إن في زي مكان كده empty، مكان فراغ بينهم، هتلاقي إن في فراغ بينهم. فالفراغ ده أنت تشوفه عبارة عن إيه المهارات اللي المفروض فيه عشان تكمّل وتوصل للمكان اللي أنت عايزه. دي أول حاجة. ادّي الموقف تاني قدّامك بصورة إيجابية إن أنت عايز تصلّح، إن اللي حصل، حصل خلاص غيّر اللي فات مستحيل ده يحصل، لكن ممكن أغيّر الجاي أكيد ممكن وأكيد جدًا. حاجة بدل ما هاعيد فكرة إن أنا هامشي على ظروف الناس، خطط الناس، تخيلات الناس، مقارنتي مقارنتي اللي أنا ظروفي غيرهم، وتوقعاتي ممكن جدًا تبقى غيرهم، وإمكانياتي 100% غيرهم، وبدل ما أمشي على تخيلاتهم وتفكيرهم اللي أنا عارف ومتأكد إن هو مش هيناسبني تمامًا ومش هياخدني في السكة اللي أنا عايزاها، مش معنى إن هو خدهم هم يبقى هياخدني أنا. أنا مش إمكانياتي زيهم، أنا مش في نفس الlevel بتاعهم. أنا مش هينفع أعمل كده، ما هاقارن نفسي بالناس دي وأفضل أتضايق وأحُط على نفسي أكتر. لأ stop please، أنا هامشي بالplan بتاعتي أنا، بالخطة بتاعتي أنا، اللي أنا عارف إن هي هتناسبني وهتوصّلني لأحلامي اللي أنا عايزها، لإن الخطة دي هتكون واضحة جدًا بالنسبة لي، هتبقى 1، 2، 3. أنا باكتب 1، 2، 3 وأنا عارف إن 1، 2، 3 موجودة في حياتي، مش صعب إن أنا هاروح أعملها، لكن أنا 1، 2، 3 بتاعتهم هم اللي وصّلتهم. الله أعلم دي كانت هتبقى في حياتي والّا لأ، ما أنا مش حياتي كده، مش حياتي زيّهم، ظروفي غيرهم، مش هاقارن نفسي بحد، هاقارن نفسي بنفسي، هاحط 1، 2، 3 عشان هي عندي، فأنا متأكد إن 1، 2، 3 هتوصّلني عشان هي عندي. it is just a logic. تمام، ما فيش أي سحر في الموضوع. تالت حاجة literally أهم حاجة، وهي الإصرار، يعني حاجة جدًا سهلة، الإصرار أهم حاجة. ممكن تبقى أنت تعبت من فكرة إن أنت زيي وصلت لصفحة رقم 10 في الكتاب ومش فاهم حاجة، طبيعي، والله طبيعي، هتحس نَفْسك إن أنت النهارده دي أصعب حاجة تقريبًا ممكن تبقى عدِّت عليك في حياتك، لكن طبعًا دي مش أصعب حاجة عدِّت عليَّ في حياتي أبدًا، يعني دي ولا حاجة، عشان كده كنت متقبّلة الموضوع وعادي جدًا، اللي هو عادي هاعيد ال10 صفحات، إيه اللي هيحصل يعني هاعمل إيه؟ ما قدّامنيش حل اسمه إن أنا مش هاكمّل الكتاب، دي مش موجودة، ماشي؟ أنا هافكّركم بمقولة البطل الأولمبي اللي قال to be or to be. أوكي؟ فما فيش حاجة اسمها مش هاقدر دي والله بجد وأمانة وبكل حاجة just just in your brain. أوكي؟ it is just in your brain not in our real life. Here everything is available. أنا باقول لك أهو من دلوقتي كل حاجة في الدنيا ممكنة، حقيقي ومش باكذب عليك والله لا حقيقي، كل حاجة متاحة، كل حاجة تتخيلها وما تتخيلهاش موجودة وممكنة. لكن فكرة إن أنت مش قادر تتخيل إن أنت تكون في الlevel ده your only problem. أوكي، حقيقي مشكلتك إن أنت مش قادر تتخيل، مع إنك لو تخيلت إن أنت تقدر وخدت نفسك غصبٍ عنها للمسار ده surprise you arrive. هتوصل ما فيش حاجة يعني طبيعي، زي ما قُلت لكم ما تتوقعوش نتيجة مختلفة وأنتم بتعملوا نفس الحاجة اللي بتعملوها كل مرة، ما فيش حاجة اسمها هيحصل لكم حاجة سحرية في حياتكم هتشقلبها 180 درجة it is just movies. okay guys، ده بس حرفيًا في الخيال والأفلام مش أكتر. امسك الكتاب، ما تستسلمش، امسك الحاجة اللي مش فاهمها وما تستسلمش، أهم حاجة مهما حصل don't give up. أبدًا، أبدًا، أبدًا ما تخلّيش ده يبقى option عندك أصلًا، والله هتتطور كتير أوي وهتتقدم كتير جدًا. ما تخلّيش level إن أنت فكرة إن أنت هتستسلم دي تكون حاجة موجودة، لأ ما فيش حاجة كده، هو to be or to be. تمام، هنمسك الكتاب وهاقرأ صفحة النهارده، هارجع بُكرة، مش فاهم الصفحة أصلًا بتاعة امبارح، هاجي بُكرة ليه؟ هتيجي عشان هتبقى أحسن من امبارح، هتيجي بُكرة أنا بقيت فعلًا أحسن من امبارح عشان فهمت الكلمة. it's okay it's easy it's normal. طبيعي، هتيجي بعده هتحس إن أنت أحسن من أول امبارح بكذا كلمة،
بعده أنا ما وصلتش برضه للlevel اللي مش فاهم الصفحة كلها، بس أنا أحسن من البداية خالص من ما كنتش فاهم ولا كلمة. هي الدنيا كده، أنا مش فاهم النهارده بس بكرة هاشتغل أكتر هاتحسن، ما فيش نتيجة، بس هارجع تاني هاشتغل أكتر، بس هارجع تاني هاشتغل أكتر، ما فيش نتيجة، بس أنا باتحسن إن أنا أحسن، أنا مش شايف نتيجة، بس هارجع تاني هاجي بكرة هاشتغل أكتر، أنا اتطورت شوية ما حسيتش إن في نتيجة، تاني هارجع تاني وهاشتغل تاني وهافضل مكمل لحد أما آخد النتيجة، تمام؟ هي كده، بس هتلاقي في الآخر وبعد وقت وكتير، والله أعلم حلمك ده بعيد والّا قريب عن الlevel بتاعك، ومن هنا تحط فكرة التعب اللي أنت المفروض تحس it's easy حرفيًا، أنت المفروض تتعب التعب ده، ما تحسسش نفسك اللي هو أنت تعبان هتموت خلاص، لأ، أنت لازم تتعب التعب ده عشان أنت حلمك كبير، أنت عارف ده مش أنا اللي هاقول لك ده، بس. فهنرجع الحاجة اللي إحنا عايزينها، مش عايزاكم تحسسوا نفسكم إن أنتم هتموتوا نفسكم وهتاخدوا ال100 صفحة كاملين في اليوم وما فيش حد بعدكم، لأ، لإن لو عملتوا كده حقيقي بتسحبوا من طاقتكم كتير أوي في وقت صغير أوي، فبالتالي مش هتقدروا تكملوا فترة كبيرة على النظام ده. دايمًا يعني قسموها ورتبوها بأفضل طريقة ممكنة، الطريقة دي أنا ما أقدرش أقول لكم حاجة فيها ولا أتدخل فيها، لإني أنا زي ما قُلت لكم قبل كده وهارجع أفكركم تاني دلوقتي، كل واحد إمكانياته مختلفة. كل واحد عارف نَفْسه كويس أوي إيه اللي بيمشي معاه، في واحد عارف إن هو ممكن حرفيًا يقرأ صفحة من كتاب بيحس إن هو لازم يفهم كل كلمة، هي دماغه كده، هو معوّد نَفْسه على كده، فلازم يفهم كل كلمة، فمش هيقدر ياخد صفحتين، هو عارف إن هو لو خد صفحتين هو كده حرفيًا جه على نَفْسه زيادة، في واحد تاني لأ عنده عادي هياخد صفحتين ما it's okay أنا متعوّد أقرأ كُتب، في واحد تاني لأ 5 صفحات أنا عايز أخلّص أنا ورايا حاجات، أنا مش عايزة أحسّس نَفْسي إن أنا باعمل حاجة كبيرة وأنا عارف إن ده مجرّد كتاب أنا باقرأه، ممكن فعلًا يحسّن حياتي بس أنا عندي وقت، أنا عندي طاقة إن أنا أقدر أعمل ده، لكن مش عايزاكم ففعلًا زي ما قُلت لكم ما تحطّوش دايمًا توقعاتكم أو أهدافكم أو فكركم على حد تاني، إمكانياتنا مختلفة بجد يا جماعة، كل واحد قدرته غير التاني، مش كل الناس تقدر تتحمّل نفس الحاجة، تمام؟ بس أهم حاجة كل ده إن إحنا ما نكونش واقفين، يعني فكرة إن يوم يعدّي من غير ما نعمل أي حاجة خالص من اللي ما بنعملها، فكرة صعبة جدًا، لكن طبعًا لازم يكون في وقت إن إحنا نفصل. كل واحد برضه بيقدر يتحكم في وقته، في ناس عادي جدًا لازم تفضل تشتغل الأسبوع بحت، بس لازم يبقى عندها يوم أو 2 في الأسبوع بتاعهم أجازة، كل واحد زي ما قُلت في الأول وفي الآخر أدرى بحاله، ومش هينفع أبدًا أقول لكم أفضل حاجة إن أنتم تيجوا على نفسكم كل أسبوع وتيجوا يوم أو يومين تقضوهم ترفيه، أو لإن في واحد تاني عنده إن هو لأ، هو عايز كل حاجة في إيده، وعايز وقت إن هو يشتغل براحته يوميًا، بس في نفس الوقت هو عايز يلعب يوميًا حتى لو ساعة، فحرفيًا فهي بجد كل واحد أدرى بحاله للمرّة التانية، أنتم أهم حاجة إن هتلاقوا إن كل حاجة مشتركة مع الناس دي إن هُم مش وقف، إحنا نستحق الأفضل، دايمًا تفكّر نَفْسك بكده، دايمًا تحس وتتأكد كمان إن أنت تستحق الأفضل، لإن الإنسان ربنا كرّمه، فأقل حاجة الإنسان ده يعملها مع نَفْسه إن هو يكرّم نَفْسه دايمًا، ربنا حطّك في level اللي هو أنت تقدر تعمل أي حاجة وكل حاجة. وعندك self improvement وself learning كتير أوي حلوة، تقدر إن أنت تكبّرها جواك، ما تخلّيش دايمًا توقعات الناس تفرض عليك فكر تاني، عشان كده حلقة التأثير مهمة جدًا، لو ما اتفرجتوش عليها شوفوها كانت الفيديو اللي فات، التأثير أوحش حاجة وأكبر سلاح ممكن أي حد يقدّمه ضدك لو الحد ده ما بيحبكش، وأفضل سلاح أي حد يعمله معاك لو كان بيحبك، فالتأثير حاجة مهمة جدًا، ما تسمحوش دايمًا زي ما قُلت لكم إن دماغكم تكون just لمجرد إن أنتم شفتوا حد أفضل منكم وتفضلوا تقارنوا نفسكم بيه، تتأثروا بيه على طول كده، لأ، ما تعملوش كده أبدًا، هتلاقيكم دايمًا متشتتين 150 حاجة وفي نفس الوقت الواحد، فالدنيا مش كده، just اشتغلوا على نفسكم. طوّروا من نفسكم، وافتكروا دايمًا إن أنتم تستحقوا الأفضل، وما تنسوش أهم 3 حاجات تعملوهم عشان تتخطوا أي خيبة أمل أنتم فيها، إن أنتم تعيدوا هيكلة الموقف بصورة إيجابية اللي إحنا هنصلّح، ونشوف الgap أو الفراغ اللي كان حاصل بيننا وبين توقعاتنا ده فين بالضبط، بين إمكانياتنا وتوقعاتنا ده كان فين بالضبط الفراغ ده، وتاني حاجة إن إحنا ما نتأثّرش بكلام الناس والأطراف الكتيرة الموجودة في حياتنا. ونشتغل على نفسنا ونعرف إحنا إمكانياتنا فين
واحنا فين، وملناش دعوه بالناس خالص، ولا ظروف الناس، لينا دعوه بظروفنا ونفسنا وامكانياتنا، واحنا امبارح كنا فين والنهارده هنكون فين، وباذن الله بكره كمان هنبقى فين. وتالت حاجه ان احنا ما نقفش ابدا، ما نقفش. ما فيش حاجه اسمها انا ما فهمتش ده مش هقدر اعمل ده، مش حاجه اسمها كده. لو كل واحد عمل كده حرفيا مش هيوصل لأي حاجة. لأ، في حاجة اسمها أنا مش فاهم النهاردة، بس أنا هاجي بكرة عشان أنا عارف بكرة إن أنا مش هابقى زي النهاردة على الأقل. هاجي بكرة فعلا فهمت كلمة عن امبارح، فأنا مش زي امبارح أنا. فهاجي بعده ده أنا فهمت نص الصفحة كلها. أنا أفضل من امبارح وأفضل من أول امبارح، بس أنا لسه مش شايف نتيجة، بس أنا بتقدم. فهاجي بعده الله، ده أنا فهمت أكتر من أول يوم بكتير. بعد أسبوع لسه مش شايف نتيجة أوي الصراحة، بس أنا مش زي الأسبوع اللي فات، بس أنا بتحسن. هاجي تاني أنا بتحسن، هتشوف النتيجة غصب عنك. بس دي كل حاجة أنا عايزة أقولها النهاردة. وبجد اعملوا اللي قلت لكم عليه، بإذن الله بإذن الله هتلاقوا فرق، هتلاقوا إن انتوا بتتحسنوا على طول، وهتتحسنوا أكتر وأكتر. ودي أهم حاجة، إن احنا ما نبقاش ثابتين عند بوينت أو نمبر، أو ثابتين في أي مكان أو في أي وقت، أو ثابتين عند أي وقت لمجرد إن ذكرياتنا بتقلنا في الوقت ده، أو حاسين بخيبة الأمل في الوقت ده، وعمالين الدنيا تجري قدامنا. تمام. فاستغلوا كل فرصة وكل دقيقة في حياتكم، وبإذن الله هتتحسنوا زي ما قلت لكم غصب عنكم. أشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.